فانت عشتي طفوله سعيده وامنه الحمد في لله. بورسعيد. لكن اضطريتوا ان انتوا تتركوا بورسعيد وتروحوا للمعادي المهجر بعد ما يعني حرب 69 سنة 69 اللي انا عايزه يعني اسالك عنه، ويا ريت تحكي لنا بالتفصيل، لان في كتير قوي من الشباب ما يعرفوش المرحله دي، ان في كتير قوي من قطاع يعني الشعب المصري عاش فتره صعبه جدا. 3 وعانى محافظات، وضحى. كل اللي عايشين في بورسعيد القناه يعني على خط واسماعيلية القتال، والسويس. ايوه كل اللي عاشوا على خط ايوه. القتال اتعرضوا لكتير من التضحيه والمعاناه. يا ريت تحكي لنا شويه عن التجربه دي. هي كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لنا كلنا، لبابا وماما ولينا احنا. انا شخصيا كنت حاسة بكسرة نفس جامدة قوي، يعني مكسورة. اولا كنت معروفة جدا عندنا في المدرسة وفي بورسعيد، يعني لما كنت بغني وكده، لما كان حد يشوفني بره وكنت بستغرب هم عارفيني منين، يعني فيروز بورسعيد يلا ومش عارف كده يعني. فتخيلي ان انا مرة واحدة اروح مكان تاني خالص محدش عارفني فيه خالص. كنت انا اللي في الحفلات مثلا اعزف على البيانو للرقصات للبنات في الحفلات بتاعه المدرسه. بابا كان معروف كطبيب، في يعني ما شاء الله متصيد في بورسعيد. وبعدين نروح في مكان في بلدي وكل حاجه، بس محدش عارف عننا اي حاجه خالص خالص. بتبتدي تعملي اصحاب من جديد بعد 15 سنه. يعني انا لما رحنا المعادي كنت عندي 15 سنه، يعني خدت الثانويه العامه من مدرسه المعادي الثانويه بنات. ودول بينشأوا مع بعض من اولى ابتدائي لغايه ثانوي مع بعض البنات، وانا رايحه جديده خالص. صعب قوي قوي قوي. وانا احب الناس قوي واحب اتصاحب على الناس قوي قوي. طبعا التوكني يعني اخذت مني وقت طويل عبال ما كونت صداقات في المدرسه. وربنا رزقني بمس اقبال اللي هي كانت مدرستي في المدرسه في بورسعيد. كانت مدرسه الموسيقى في المدرسه، وهي اللي عرفت الناس بيا. قلت لهم يا جماعه دي بتعزف بيانو حلو قوي، دي بتغني فيروز كمان، بس هم كان عندهم فيروز بتاعتهم فمش محتاجين حد يعني. وانا الغيره بقى انا مش عارفه عاجبهم فيها ايه بصراحه. هي شعرها سايح بس زي فيروز، انما الصوت انا متهيألي انا صوتي احلى ومدي اكتر على بس دي كانت اعراض غيره اكيد يعني. فكانت كانت النقله كانت شديده قوي قوي بالنسبه لنا. حصل انخفاض شديد في الناحيه الماديه بالنسبه لبابا. بابايا كان مدير مستشفى حميات بورسعيد، وعنده عيادتين، عياده في الافرنج وعياده في العرب، الاثنين اتقفلوا تماما، وبقى الاعتماد فقط على المرتب بتاع اللي هو مرتبه كمدير مستشفى. الارض لينا جنينه مانجا في اسماعيليه ما شاء الله، كانت انتاجها كويس، وكان بابا بيبيع المحصول بالثلاث سنين وكده. مفيش خالص من كل النواحي، كان في قصقصه كده، قصقصه. فالحمد لله رب العالمين. في فترة تالية بعد كده والدي شاف كان نيجيريا عايزين إعلان، عملوا إعلان في الجورنال عايزين أطباء هناك وكده. فوالدي قدم فيها وما شاء الله اتخذ على طول، لأنه شاطر جدا في اللغات ما شاء الله، وكطبيب ما شاء الله، وطبيب حميات كمان. فكان اتخذ على طول الحمد لله. دي ظبطت شوية الناحية المادية. الناحية المعنوية الحمد لله قسينا طبعا في الأول جامد جدا. وعارفة الواحد لما يبقى مكسور قوي كده، وبعدين تبتدي حد يطبطب عليكي كده، صحبات، الأحوال تتحسن شوية الحمد لله. ابتدى الواحد شوية يشم نفسه شوية الحمد لله.